احلى ناس في الدنيا، السلام عليكم. انا في البدايه بعتذر ان انا ما بعملش فيديوهات كتيره اليومين دول، معلش متاخد جدا في الشغل فسامحوني. لكن ان شاء الله كده هحاول ان انا انتظم معاكم باذن الله. انا النهارده في مكان مجنون، يعني في اكتر الاماكن مجنونه في لندن. مشهور جدا بالفايبز بتاعته، هتلاقي هنا في كل حاجه. هتلاقي في فن، في مزيكا، في اكل، في محلات، في شوبينج. كل اللي نفسك فيه هتلاقيه في المنطقة دي اسمها كامدن تاون. كامدن تاون اللي هتشوفوها دلوقتي غير كامدن تاون بتاعت بالليل. بتاعت بالليل دي الدنيا تانية مختلفة خالص، فهنخلينا في بتاعت النهار دي. تمام. هنعمل جولة كده خفيفة ويا رب تعجبكم إن شاء الله. يلا بينا. بصوا يا رجالة، هنا في الشوارع هتلاقي هنا السوق هنا متقسم أكتر من جزء. هتلاقي محلات غريبة جدا وعجيبة، يعني هتلاقي فيه الهاند ميد، هتلاقي فيه الاكسسوارز، كمان فيه هتلاقي الحاجات اللي هي الفينتج، اللي هي من ايام السبعينات والثمانينات. اكتر حاجه بتخلي ان السوق ده متميز يعني، وان ناس كتيره جدا بتجيله، ان كل محل ليه شخصيته الخاصه يعني. المحلات دي مش طبيعيه، يعني هتلاقي حيطان عليها تماسيح، هتلاقي فيه احذيه ضخمه، مجسمات كده غريبه وشكلها مجنون. يعني هنشوف دلوقتي على الحيطان وهنشوف الدنيا عامله ازاي. والمكان ده مش بس يعني سوق، ده تعتبر مثلا كامدن تاون دي عاصمة الروك في لندن. يعني هنا كان في نجوم كتيرة جدا كانوا عايشين في المنطقة دي. في واحدة اسمها ايمي ويني هاوس. دي واحدة كانت عايشة من ملوك الروك دي في لندن. في قاعات حفلات كتيرة زي الراوند هاوس والإلكتريك بورروم، اللي بيجوا فيها فنانين من كل مكان في العالم. واحنا ماشيين في الشارع كده هتسمع مزيكا حقيقية كتير يعني، وهتلاقي في فرق وهنعدي عليها وهنقف عليها وهنشوفها مع بعض دلوقتي. بص اشكال الشوارع، بص اشكال البيوت والمحلات عاملة ازاي. بص المحل ده، بص. احلى حاجة بقى في المكان ده ان انت مش هتحس ان انت غريب. الناس كلها هنا مختلفة وغريبة، ودي حاجة طبيعية بالنسبة للمنطقة دي. يعني ممكن تلاقي واحد مثلا لابس لبس تنكري عادي جدا وماشي ومحدش مستغربه ولا اي حاجه. لو جيت هنا لازم تمشي وانت مفتح يا معلم. كل شويه هتلاقي حاجه تشدك، هتوقفك تصورك. ممكن كمان هتلاقي نشالين كتير طبعا في المنطقه، هتلاقي فيه تجار مخدرات. يعني انت مش بعيد وانت ماشي كده ممكن تلاقي حد وقفك يقول لك معايا كذا وكذا 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 لو حابب. فاهم؟ فخلي بالك من الناس دي، وخلي بالك من الأجهزة اللي معاك، أو الحاجات اللي هي الحاجات بتاعتك يعني. طبعا هنا المنظر من هنا عند القناة دي ملوش حل، يعني ممكن تقعد في أي مكان كده تتفرج على المية وتاخد قهوة، ولا تركب مركب من عند ريجنت بارك أو ليتل فينيس. سموها ليتل فينيس علشان عاملة زي فينيس كده بتاعت إيطاليا، اللي هي اللي فيها المراكب الكتيرة دي، واللي فيها اللي عايمة على المية. هسيبكم تتفرجوا كده ويا رب الفيديو يعجبكم.
这边来的那边来的全都是看见。Good for you. 上去叫爷爷。معظم اللحوم اللي موجوده هنا تكاد تكون مش حلال، فخلي بالكم وانتوا بتشتروا. اللي هيجي هنا يسأل الاول اذا كانت حلال ولا لا. هو معظم الاماكن لو هي حلال بتلاقي فيه يافطه كبيره جدا بتقول حلال، وبتلاقي فيه شهاده جنبيها بتقول ان هم بيقدموا اكل حلال. تمام. فاكر برضه في نسبه كبيره جدا من المسلمين عايشين هنا في العاصمة في لندن، تقريبا حوالي 4 مليون مسلم. فبتلاقي أماكن كتيرة جدا علشان تبيع بتلاقيهم بيكتبوا كلمة حلال كده بس اشتغالة، يعني مش حقيقي. فأنت تأكد بقى من الشخص اللي موجود، تمام، وشوف شكله. يعني أنت لو لقيت حد مثلا عيل إنجليزي مثلا حاطط تاتو وبتاع ومش عارف إيه وخارم مناخيره مثلا ويقول لك إن ده أكل حلال، فأشك يعني. تلاقي عيل هندي مثلا ولا عيل تركي، توكل على الله بقى وكل. اللي هيجي من حضراتكم هنا يا جماعة خلي بالك إن أنت لو جوعت مستحيل هتعرف تختار. هتلاقي فيه أكل صيني، أكل ياباني، مكسيكي، شرق أوسطي، هندي، كل حاجة هتلاقيها جنب بعض وبورشنز كبيرة على فكرة. يعني هتلاقي الأطباق كبيرة وهتشبع يعني. فأنا قلت بقى إيه أضرب أي حاجة طبعا بعد اللف والهرك بقى
اليوم كله. فقلت اضرب اي سندوتش كده عند الناس المحترمين دول، شكلهم باكستانيين او بنغال. فقلت اضرب اي سندوتش كده عندهم. لو هتلاحظوا هتلاقي العيال برضو شكلها يعني حلال. ممكن يدي على مسلمين برضو. في كمان اليافطة السلام مكتوب عليكم. عليها حلال. المكان ده المفروض ان هو واحد من احسن الاماكن اللي بتعمل برجر هنا في كامبتون تاون. فانا عملت اوردر واحد بيف تاور برجر مع فرايز. عمل 18 جنيه. قال لي 10 دقايق ويجهز. احنا نقعد هنا لغاية لما الدنيا تظبط ونخلص. لو جيتوا كامدن تاون يا جماعه حاولوا ان انتوا تيجوا في الويكند هيكون جميل قوي. في الدنيا تبقى زحمه وفي اماكن كتيره تتشاف. وبالليل بيكون في سهرات هنا. لو مثلا في كابل مثلا متجوزين جديد ولا حاجه وحابين يسهروا، في اماكن كتيره تروح هنا وهتقضي وقت جميل. بتاعي جاهز انا خلاص. ده السندوتش يا جماعة. في هنا حتتين برجر، ومن فوق هنا في بصل، وهنا الفرايز. سمعنا صوت مزيكا جاية من بعيد، خلونا ندور عليها ونشوف فين دي. هي تقريبا مزيكا لايف. فخلينا نروح نشوف، ممكن تكون حاجة كده معمولة النهاردة عشان الويكند وكده. Can I ask you to take a picture with you? If that's all right with you. So what's happening is, right, when he says after three, should I say after three, right? You want to put your hands in the air, everybody? Am I right? Yes, I know, because I've done it before. Anyway, in the meantime, I want you to put your hands in the air. After three, you tell me when you're ready. Everybody crouch down, get down. Who's taking the picture? Where's my man? Where's the good-looking guy with the camera? He's gone now. What's he? He's home. Where is he when you need him? You just doing it without coming over. Anyone on our team right there. Anybody on our team's got a camera? Get yourself up here now. The opportunity. Sense on Sunday afternoon. Do you know what I mean? All that kind of stuff. So
We have one more time to party. By the way, I forgot to say who I am. Does anybody know who I am? No? My name's Jenny, everybody, if you want to. Yeah. Just in case you didn't know. That's nice to meet you. I love you guys. My name's Jenny. I've been your compere for tonight. I want to say thank you to the whole crew. Everybody that's made things happen here. عشان النهارده الحد فعاملين حفلات في الشارع. النهارده أول يوم الجو بيبقى فيه شمس من غير مطرة، فعاملين حفلة في الشارع عشان يشغلوا البارات اللي حواليها والمطاعم. بصوا يا جماعة البيوت متزينة ازاي هنا عشان المنطقة زحمة وعلى طول باستمرار في ناس، فبصوا البيوت. دي بيوت ناس ساكنة فيها، طبعا في محلات من تحت. بصوا البيت عشان في محل حذايا تحت، فعامل فوق سنيكرز فوق اللي هو جزمة. الجزمة اللي فوق دي دي كانت جولتنا السريعة في كامدن تاون، المكان اللي بيجمع بين الجنون والفن والأكل والمزيكا. لو عايز تشوف لندن من زاوية مش عادية لازم تيجي هنا. بحب أشكركم على المشاهدة، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان الجولات اللي جاية. ويا ريت لو حضراتكم تكتبوا لي في كومنتات كده تحبوا نروح فين المرة الجاية، وتحبوا إن احنا نكون في لندن ولا نطلع بره لندن، ولو بره لندن قولوا لي المكان. سلام عليكم.